قوة خفية حوالينا في كل مكان، حرفياً بتتحكم في كل حاجة، من أصغر حاجة ممكن نتخيلها لحد الكواكب الضخمة اللي في الفضاء. قوة بنستخدمها كل يوم وإحنا مش واخدين بالنا. النهاردة بقى هنفك شفرة القوة دي وهنكشف سر المغناطيس. خلينا نبدأ سؤال ممكن يبان بسيط قوي. ليه دايما إبرة البوصلة مهما لفيناها بترجع تبص ناحية الشمال؟ الإجابة على السؤال ده بالذات هي اللي هتفتح لنا عالم كامل من الأسرار. طيب، عشان نفهم أي حاجة لازم نرجع للأصل. يعني إيه أصلا مغناطيس؟ إزاي حتة حديد عادية ممكن يبقى ليها كل القوة دي؟ يلا بينا نرجع للأساسيات خالص. ببساطة شديدة، المغناطيس ده أي جسم بيعرف يعمل حوالين نفسه هالة، أو خلينا نقول مجال من الطاقة إحنا مش بنشوفه. المجال المغناطيسي ده بقى عامل زي شبكة عنكبوت خفية، هي اللي ليها القدرة إنها تشد أو تزق أي حاجة تانية تدخل فيها. هي دي مصدر القوة كلها. أي مغناطيس في الدنيا مش مهم كبير ولا صغير، ليه ناحيتين أو قطبين، واحد شمالي والتاني جنوبي، والاتنين دول مستحيل تلاقيهم منفصلين، عاملين زي وش وظهر العملة. القطبين دول بينهم لغة خاصة جدا، لغة مبنية على الجاذبية. والقانون هنا واضح وبسيط قوي. الحاجات اللي شبه بعض مش بيطيقوا بعض، يعني شمالي مع شمالي تنافر على طول، جنوبي مع جنوبي نفس الكلام. إنما بقى المختلفين، الشمالي مع الجنوبي، دول بينهم كيمياء رهيبة، بينجذبوا لبعض بقوة مش طبيعية. تمام. بس إزاي القوة دي بتشتغل من بعيد لبعيد؟ يعني إزاي المغناطيس بيقدر يشد مسمار من غير ما يلمسه أساساً؟ السر كله في الشبكة الخفية اللي اتكلمنا عليها دي، المجال المغناطيسي. يلا بينا نشوف إيه اللي بيحصل جواه. الفكرة كلها إن حوالين أي مغناطيس في خطوط قوة وهمية طالعة منه وراجعة له. الخطوط دي مش مجرد رسمة بنتخيلها، دي الطرق السريعة اللي القوة المغناطيسية بتمشي عليها عشان توصل وتأثر على الحاجات التانية. هي دي الموتور الحقيقي اللي بيحرك كل حاجة. فاللي بيحصل بالظبط 3 حاجات ورا بعض. أول ما مغناطيسين يقربوا من بعض، شبكات القوة بتاعتهم بتدخل في بعض. بعد كده الخطوط دي بتبدأ تتفاعل، والنتيجة النهائية للتفاعل ده هي اللي بتحدد كل حاجة، يا إما يشدوا بعض ويقربوا، يا إما يزقوا بعض ويبعدوا. طيب، الكلام العلمي ده جميل، بس بنشوفه فين في حياتنا اليومية؟ القوة الخفية دي بتشكل عالمنا بشكل مش ممكن نتخيله، من أصغر جهاز في إيدينا لحد الدرع اللي بيحمي الكوكب كله. المغناطيسية في كل حتة. خلينا نفكر كده، المواتير اللي في كل الأجهزة الكهربائية، السماعات اللي بنسمع بيها، الهارد ديسك اللي عليه كل بياناتنا، كل ده قايم على نفس الفكرة. ومش بس كده، ده في الطب بنستخدمها في أشعة الرنين عشان نشوف اللي جوه جسمنا، وبتحرك أسرع قطارات في العالم. كل ده بيرجع لنفس القانون البسيط، المختلفين بيتجاذبوا والمتشابهين بيتنافروا. بس يمكن أكبر وأهم تطبيق للمغناطيسية موجود فوقينا كلنا. كوكب الأرض اللي عايشين عليه ده عبارة عن مغناطيس عملاق، المجال المغناطيسي بتاعه عامل درع شفاف بيحمينا كل لحظة من رياح شمسية مميتة. من غير الدرع ده الحياة على الأرض ببساطة ما كانتش هتبقى موجودة. وفي الآخر كل ده بيخلينا نسأل سؤال مهم قوي. يا ترى لو صحينا في يوم ولقينا القوة الخفية دي اختفت، عالمنا هيبقى عامل إزاي؟ لا بوصلة ولا تكنولوجيا ولا حتى حماية للكوكب. سؤال بيورينا إزاي حياتنا كلها معتمدة على قوة إحنا أصلاً مش بنشوفها.